الأدبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه. يا صباح الخير والفل والورد والياسمين على قلوبكم يا حلوين. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا نصلوا على النبي ونبدأ كلامنا بذكر النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يجعل يومنا النهاردة ويومكم مليان بالخير ومليان بالبركة والسعادة وراحة البال، أمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ يوم جديد ونبدأ روتين جديد ونشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. ان شاء الله اليوم بتاعنا هادي ونادي كده ولطيف وزي العسل. زي ما انتوا شفتوا كده شقتي متوضبة والصالة مترتبة ونظيفة الحمد لله، مفيش غير المطبخ. ان شاء الله يومنا النهاردة في المطبخ. واحنا بنرتب المطبخ كده وبنغسل المواعين، هقول لكم على شوية نصايح حلوين كده تحافظوا عليهم علشان مطبخكم دايما يفضل نظيف ومتوضب. بس قبل ما ندخل على المطبخ دخلت الاول على الاوضه علشان ارتبها واطبق الفرشه مكان ما كنا نايمين، علشان كده ابقى خلصت من الاوضه وخلصت من الصاله طبعا نظيفه ومترتبه زي ما شفتوا. ولما بيكون المكان مترتب ما احلى انك تشغلي عود بخور كده تكون ريحته حلوه، وشقتك كده تبقى ريحتها حلوه ومفحفحه وجميله، واذاعه القران الكريم شغاله جنبي زي ما شفتوا. احلى حاجه في البيت اذاعه القران الكريم، حافظي عليها دايما ان انت تكوني مشغلاها في بيتك، بيدي راحه نفسيه جميله جدا، وبيخلي البيت ريحه حلو كده ونفسيتك تبقى مرتاحة، وبيدي ونس حلو. وفي نفس الوقت لو انت قاعدة جنبه بتسمعيه بيبقى فيه نصايح وفيه برامج حلوة وفيه أسئلة بتستفادي منها. ان شاء الله بإذن الله انا ناوية اجيب راديو صغير كده احطه في المطبخ، اشغله كده وانا بطبخ وانا بغسل مواعين. حابة الفكرة دي جدا جدا، حاساها ان هي هتسليني وهتشجعني وفي نفس الوقت هستفاد. ان شاء الله بإذن الله هنفذها الفكرة دي. خلاص كده انا خلصت الأوضة رتبتها والصالة زي ما شفتوا مترتبة، وما معيش حاجة غير المطبخ. دخلت عليه لقيت بقى المواعين متكومة ومتكركبة، لميت كل المواعين اللي فيه وهبدأ اغسلها، وشغلت كده المية السخنة وربنا يعيننا ان شاء الله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده. وانا شغالة هقول لكم شوية نصايح حلوين تحافظوا عليهم، هيخلوا دايما مطبخكم نظيف وشقتكم مترتبة. انا عارفة ان انا ممكن اكون قلت النصايح دي قبل كده، بس انا بكررها تاني وبعيدها تاني علشان الناس اللي ما كانتش معانا قبل كده تستفاد، وعلشان لو حد مش مركز في حاجة ياخد باله منها ويركز فيها. اول حاجه هنبدا بيها هو الروتين الليلي. الروتين الليلي من الحاجات المهمه جدا اللي هتحافظ لك على بيتك وتخليه دايما نظيف. يعني ايه؟ يعني مهما كنت شغاله بالنهار وبتغسلي مواعين وبترتبي وتكنسي، قبل ما تنامي كده عدي كده، يعني عدي كده تعدية بسيطة على الشقة. شوفي الصالة لو فيها حاجة مش متظبطة، فيها مخدة، لو مخدة مايلة ظبطيها، لو في حاجة مش مظبوطة اعدليها هتلاقيها ايه كده تمام. في الأوضة مثلا في شوية كراكيب، في شوية حاجات مكان ما كنا قاعدين، في شوية ورق مكان ما العيال كانوا بيلعبوا، شيليهم كده على السريع. ادخلي على المطبخ لو في أي حاجة برضو شيليها على السريع، لو في كام طبق بتغسليهم قبل ما تنامي. طبعا ما ننساش الزبالة بتاعة المطبخ لازم تترمي يوميا، ما ينفعش تبات في المطبخ لأنها بتعمل طاقة سلبية وحشة جدا، وفي نفس الوقت بتعمل ريحة في الشقة وريحة في المطبخ. انت ممكن ما تاخديش بالك بس اللي داخل من بره بياخد باله من الحتة دي، فلازم تحافظي على النقطة دي، ان انت ما تخليش الزبالة بتاعة المطبخ تبات في المطبخ او في الشقة. وبس زي ما قلت لك كده هتروحي تنامي، هتصحي الصبح هتلاقي شقتك نظيفة ومتساوية ومترتبة، وهتلاقي نفسك رايقة. لو انت وراكي طبيخ او وراكي غسيل او وراكي اي مصالح تانية هتلاقي نفسك مرتاحة خالص. لو انت بقى ملحقتيش تعملي الروتين الليلي ده، او كنت تعبانة او مفيش وقت عندك، اول ما هتصحي من النوم زي ما قلت لك اول حاجة هتطبقي الفرشة بتاعة النوم، والملايات بتاعة السراير هنظبطها كده ونسويها على السريع، ما نسيبهاش على الفرش الاولاني لانها بتتلخبط من قعدة الولاد من النوم عليها. فلازم كل يوم ايدنا فيها او كل شوية، عامة مش هقولك كل يوم، اللي معاه ولاد صغيرة لازم كل شوية
ايده تبقى على الملايات، تفضلي تساوي كده وانتي رايحة وانتي جاية. المهم بقى بعد ما تطبقي الفرشة بتاعتك بتساوي الملايات كويس وبترتبيها، ولو المخدات مش متظبطة بتظبطيها. يعني ايه السرير بتاعنا كده يبقى حلو ومتسطر. عارفة ان الولاد هيكركبوها تاني، بس معلش نيجي على نفسنا ونرتب مكاننا علشان نفسيتنا تبقى مرتاحة. معلش هما كده اطفال يعني لازم هيعملوا كده. وزي ما قلتلك لو في اي حاجة في الأوضة مكان السهرة بالليل طبعا بتتشال، ولو في زبالة بتترمي، لو في أطباق أو أي حاجة بتتودع على المطبخ المهم ان انتي بتشيليها. لو في ألعاب بتاعة الولاد بتتلم، المهم ان انتي تسيبي الأوضة مترتبة ونظيفة. بعد كده هنطلع على الصالة برضو، لو فيها حاجة مش متظبطة هتظبطيها، وبعدين هندخل على المطبخ. لو انتي قعدتك مش في الصالة بتبقى دايما الصالة مترتبة في أغلب الأوقات، طالما ما تخليش الولاد يبهدلوا فيها. فانا يعني نصيحتي ليكي ان انت حاولي تخلي التلفزيون والقعده في اوضه الولاد علشان يبهدلوا براحتهم في اوضتهم. انما الصاله تفضل مترتبه ونظيفه دايما، حتى لو اتلخبطت كده حاجه بسيطه بتعدي عليها كده على السريع وبتبقى نظيفه. المهم بقى بعد كده هندخل على المطبخ. تقريبا المطبخ هو الهم التقيل، يعني اصعب حاجة بتواجه الست. لو المطبخ نظيف ومترتب ما فيهوش مواعين بتبقى نفسيتك مرتاحة اكتر من اي حاجة، لان هو اصعب حاجة. فعشان كده بقولك دايما حافظي عليه اول باول، ما تخليش المواعين تتراكم عليكي علشان ما تصعبش عليكي، وما تخليش يعني شغل المطبخ يتقل. حاولي تعمليه اول باول. كل ما تلاقي نفسك واقفة في المطبخ سوي حاجة، رتبي حاجة، حتى لو بتعملي كوباية قهوة كوباية شاي، بتعملي مثلا أي حاجة للولاد وانتي واقفة كده، تبقى ايدك حواليكي شغالة في المطبخ، في طبق تشيليه، في حاجة هنا مش في مكانها تحطيها في مكانها. بكده هتلاقيه دايما مترتب معاكي. يمكن انتوا بتلاحظوا دايما في الفيديو ان المواعين بتاعتي بتكون كتيرة، انا عارفة كده. وده ضد النصيحة اللي انا بنصحها لكم، بس لاني انا تعبانة فببقى احيانا بيجي عليا يوم ما بقدرش اشتغل في الشقة واعمل حاجة في المطبخ، فعشان كده المواعين بتتراكم عليا. لكن طول ما انا كويسة وبصحتي الحمد لله بتبقى ايدي في المطبخ على طول وببقى شغالة، مش بسيب المواعين تكتر ولا تتراكم. فطالما انت كويسة وصحتك تمام اعملي بالنصيحة دي هترتاحي جدا. ربنا يدينا الصحة يا رب دايما ويقدرنا على خدمة بيوتنا ويعنا يا رب العالمين. عارفة ان احنا بنشتغل شغل صعب، وعارفة ان احنا بنعمل روتين ما بيخلصش، روتين دايم تقريبا، بس ربنا بيدي القوة على قد الحمل. ربنا يعنا دايما ويقوينا يا رب على اولادنا وعلى بيوتنا وعلى كل الشغل اللي ورانا، امين يا رب العالمين. بس فاحنا فلنفرض مثلا ان مطبخك مليان مواعين ومتبهدل ومتكركب. اول ما هتدخلي على المطبخ طبعا اول حاجه هتلمي كل المواعين اللي حواليكي، هتفضيها لو فيها اكل او فيها حاجه وتحطيها في الحوض، وتشغلي بقى الميه السخنه. الميه السخنه نص الجمال في غسيل المواعين، وبتساعد وبترغي وبتخلي المواعين تنضف معاكي بسرعه، وفي نفس الوقت بتطهر كده وتبقى نظيفه. هتشغلي الميه السخنه وتغسلي المواعين كلها. بعد ما نخلص مواعين مفيش حاجة اسمها احنا غسلنا المواعين والحوض فاضي وخلاص كده، لا. اهم حاجة الناس بتسيبها بعد المواعين. الحوض في ناس ما بتغسلش الحوض بعد ما بتغسل مواعين، ممكن كده بترش عليه شوية مية وخلاص، لا. الحوض بيتغسل بالسلكة زي اي حاجة، فلو ما غسلتهوش بتتراكم عليه الدهون والاملاح وتلاقيه عمل بقع كده معاكي وعمل صدى وبقى شكله مش لطيف خالص. فاهم حاجة بعد غسيل المواعين غسيل الحوض زيه زي اي طبق في الحوض، عشان الحوض يلمع كده ويبقى نظيف. تاني حاجة البوتاجاز برضو حاولي بعد كل ما تغسلي المواعين كل يوم ايدك فيه على طول، ما تخليهوش يفضل كده بالدهون بتاعته يوم واتنين واسبوع وتلاتة لحد ما تلاقي الدهون لزقت عليه وعلى العيون بتاعته وتلاقي نفسك مش قادرة تطلعيها وتتعبي بقى على بال ما تغسليها. فطول ما ايدك فيه باستمرار هيفضل دايما نظيف والدهون مش هتتراكم عليه. في حاجة برضو خاصة بالبوتاجاز وهي حيطة الحيطة اللي جنب البوتاجاز او اللي وراه، دول دايما بيبقوا معرضين للدهون، فخلي برضو دايما ايدك فيهم على طول. حتى لو مع البوتاجاز كل كام يوم كده بتفوتي السلك عليهم بشوية صابون سائل، بتلاقيهم دايما نضاف وزي الفل ومش هيتراكم عليهم الدهون ومش هيتعبوكي وانت بتغسليهم.
في حاجة برضو عايزة انوه عليها، ان البوتاجاز بيتغسل كله فوق وتحت وظهره وجوانب وكل حاجة. مفيش حاجة اسمها بغسل السطح من فوق وبس، لا انت بتغسلي الباب من قدام والمفاتيح بتاعته والجوانب بتاعته لو مش نظيفة بتتغسل، والحوامل كل ده بيتغسل علشان كل ده بيتراكم عليه الدهون وبيبقى مش نظيف. في نقطة تانية اللي هي الرخامة وأي حاجة حوالين المطبخ لازم برضو تتلمع زيها زي أي حاجة كل يوم. بعد ما تخلصي المواعين بتلمعي الرخامة. لو في برطمانات حواليكي، طبعا احنا بنطبخ بنلحوس البرطمانات وإيدينا بتبقى متدهننة، فلازم برضو تتمسح باستمرار وتتغسل عشان تفضل دايما نظيفة. آخر حاجة وهي الأرضية بتاعة المطبخ طبعا بتتبل وتتبهدل مية، فلازم بعد ما نخلص الغسيل لازم نعدي عليها كده بالشرشوبة ونلمعها وتبقى كده نظيفة، وبكده يبقى مطبخنا دايما نظيف ومترتب وزي الفل. ما تركزوش في الدولاب، الولاد كسرولي الضرفة بتاعة الدولاب، ربنا يسهل ان شاء الله ونركبها. خلاص بقى يا حلوين، الفيديو بتاعنا خلص، يا رب اكون قدرت افيدكم بالنصايح بتاعتي. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك وتعملي اشتراك في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة.